درتي لي ماشو ما عجبوكش خرجوا لك صفوره، درتي ديكاباج وراكي حايره واش من لون ديري، ولا عندك بالياج وحال. هذا الفيديو ليك حبيبتي، ولا كولور راح تخرج تحفه ولا اروع، يعني راح يخرج لك الكولور في البلاتيني. كما قلت لكم اللي عندها لي مش هابطين ولا عندها بالياج ولا عندها ديكاباج، هنا نحبكم كامل تكونوا هنا. حتى واللي ماشي صابغه شعرها كامل وماشي دايره ديكاباج، حتى ذا الفيديو راح يهمك حبيبتي. ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله، ونبداو حبيباتي في الفيديو تاع نهار اليوم. وبيان سور ما تبخلوش عليا بجام وابوني للقناه هكا باش تكبر اللمه تاعنا. شوفوا لي البنات، الميلونج تاع نهار اليوم راح يكون فقط من اندريا. يعني بزاف طلبوا مني في لي فيديو اللي فاتوا، طلبوا مني ميلونجات باندريا، وانا لبيت لكم الرغبه تاعكم، والميلونج تاع هذه المره راح نديرو لكم من اندريا دوتي. شوفوا لي البنات، هنا راح نقول لكم الواش يصلح هذا الميلونج ولا شكون اللي تقدر دير هذا الميلونج. اولا اذا عندك ليماش هابطين، يعني درتي ليماش وهبطوا لك الجذور راهم شعر طبيعي ولتحت ليماش، تقدري ديري هذا الميلونج وتطبقيه من القاعده تاع شعرك حتى للتحت، يعني من الاول ديريه من الجذور حتى للاطراف. راح تبقاي به مده معينه، ما نقدرش نحدد لك حبيبتي لانه على حسب لون شعرك، ولكن من 20 دقيقه فما فوق تبداي تعسي في لاكولور تاع شعرك في المرآة. هنا لاغاسين راح يتفتحوا، راح يعطوا لك واحد لاكولور في العسلي بزاف شباب، وايضا لي مش تاعك راح يضواو ويرجعوا في البلون بلاتيني، راح يخرجوا ولا اروع يا البنات. بالنسبة للي عندها ديكاباج، يعني خارج لها في اللون الأصفر بنان، هنا اللي حبت تطبق لا كولور قبل كل شيء لازم تكوني دايرة ديكاباج باش يخرج لك في اللون بلاتيني الكيما اللي شفتوه في لا فوتو في الأول. راح ديري ديكاباج حتى تحصلي على لون درجة أصفر بنان. من بعدها بعد ما يرتاح شعرك شوية راح ديري هذا الميلونج. فهمتوني البنات؟ شوفوا لي هذا الميلونج راهو من اندريا دوتي. كما قلت لكم عندي اول علبه رقم 10.0، رقم بلاتين، اسمه بلاتين، يعني تقدري تاخذي اي بلاتين في اي نوع صبغه حبيتيها انتيا. الترقيم العالمي تاعها 10.0. راح ناخذ نصف علبه فقط. فهمتوني البنات؟ هنا راح ناخذ نصف علبه من البلاتين. أما بالنسبة للعلبة الثانية فهي رقم 100، أشقر ناصع البياض. أشقر ناصع البياض راهو فاتح يا البنات أكثر من البلاتين، يعني هذا هو اللي راح نحتاجه منه علبة كاملة. أشقر ناصع البياض رقم 100 راح ناخذ منه علبة كاملة، يعني علبة من رقم 100 ونصف علبة من بلاتين. شوفوا لي البنات، هنا بالنسبة للبنات اللي دايرين بالياج عفوا وهبطوا لهم لاغاسين، يعني لاغاسين حابين يفتحوهم، تقدري تابليكي على شعرك نفس الشيء كيما اللي دايره ليماش. اما بالنسبة للي حبت يعني تضوي غير البالياج تاعها تضويه، بيان سور يكون اصفر بنان ولا بلون، كان بلون وحال يعني هكاك شغل يبان مزنجر، هنا تقدري تابليكي ايضا غير على البالياج تاعك لتحت. فهمتوني البنات؟ وبالنسبه للي دايره ليماش وحابه تضويهم بدون ما تصبغ لاغاسين وتغير لون الجذور، هنا ننصحك حبيبتي ديري به رنساج. راح تديري كميه يعني حوالي ملعقه صغيره تاع رقم 100 مع نصف ملعقه من رقم البلاتيني 10.0، ونفس الكميه تاع لوكسيدون. هكذا البنات تديري رنساج لشعرك مع شويه تاع شامبو مع قطرات تاع الماء وترغي به شعرك، راح يضوي لك لا كولور تاع شعرك. نروحوا لوكسيدون لهنا، رانا ندو قيس الصبغه قيس لوكسيدون، عندنا قاروره ونصف هكا البنات، لكن ما ندوش رقم 30 لانه الشعر تاعنا ديجا راهو مفتح، راح ندو رقم 20. بالنسبه للي عندها البرتقالي في شعرها يعني هكا طاشيت تاع برتقالي، ونقول لك حبيبتي انت معليش اذا ديتي من الاكسيدون 30 فوليوم لانه تحتاجي لتفتيح شديد للبرتقالي اللي في شعرك. بالنسبه للي جامي ما صبغت شعرها وشعرها طبيعي، نقول لك تقدري تحطي هذا الميلونج وتعسيه في المرآة، راح يعطي لك واحد اللون العسلي من اروع الالوان. ما شاء الله يعني تحفه هذا الميلونج ويصلح لكامل انواع الشعر.
خاصة لعشاق الأشقر البلاتيني. شوفوا لي النتيجة، يعني والله من أروع النتائج اللي ممكن تتحصلوا عليها فوق ليماش تاعكم. هذا هو الميلونج تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون فاتكم واستفدتوا به. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في ربحتيكم، ما تنساوش جيم وابوني وخليوا لي كامل ارائكم واسئلتكم في التعليقات، وباذن الله راح نجاوب عليكم كامل. وسلام.